السلام عليكم ورحمة الله. التحية والاحترام للشعب السوداني الطيب البطل، والتحية والاحترام للقوات المسلحة السودانية الباسلة. يا جماعة نحن طولنا شديد وما قاعدين نطلع إلا في الحاجات المهمة جدا. الليلة أنا جاي أتكلم عن المهم إنه الجيش السوداني خلاص بقى في العمق الدارفوري، في عمق إقليم دارفور. الدعم السريع قدر ما انه يمشي لمدينه ويسوق لها التسويق زي بتاع اللبيض محاصره، والاعلام بتاعه يتكلم عن الاعلام بتاعه ده معناته ناس مننا نحن بينشروا يا جماعه انقذوا اللبيض، انقذوا اللبيض تمام وجميله جدا وما فوق اي كلام، وحارسنا اولاده. اهم ما في الامر انه الحارسين اولاد الهجانه هم اولاد اللبيض واولاد كردفان عموما، منهم روابه والرهد وتندلتي وباره، واللبيض ديل اولاد الحارسين هم اولاد الهجانه. يا جماعه الدعم السريع قاعد على بعد 50 كيلو من اللبيض، 50 كيلو من اللبيض. الموضوع كله مسيرات ومقدور عليها ومعروف محلها وين والجيش قدر عليها. لكن انا دار اوضح لكم قبل كده الجيش لا من كان محاصر لا من الدعم السريع كان محاصر بارة الشعبي والدعم السريع والمجتمع الدولي كله كان بيعاين لبارة والحصار بتاعها. لكن الجيش وطلبة الكلية الحربية والتخطيط قوات رئاسة الأركان المشتركة رئاسة الجيش كان لها بعد تاني في الموضوع. البعد الثاني كان عبارة عن التخطيط لأنه يخشوا الدلن ويخلوا الدعامة قاعدين وين في بارا، وقدر دخل الدلن وفتح كادوغلي ووصل لحد كاودا. الليلة في الأيام الفاتت دي وبحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن نحمد الله يا جماعة طوالي يا شعب يا سوداني، الموضوع ده كله مربوط بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو رجعنا. والفيديو ده من داخل الخرطوم، من داخل الخرطوم، وانا عندي فيديو من داخل القياده العامه بحمد الله في البوابه الرئيسيه للقياده العامه، بوابه الصمود، بوابه القائد العام، بوابه اللي اترسم فيها الشعب السوداني، البوابه المستبسله بوابه القياده العامه. والتحيه والاحترام لقوات الاستخبارات اللي كانت هي في ضربه البدايه صاحيه جدا. والتحيه والاحترام لقاده القوات المسلحه البواسل الذين يعني وقفوا مع الشعب السوداني بأرواحهم. الجيش السوداني قدر يخش يا جماعة كلبس، وكلبس دي مدينة استراتيجية في دارفور بطريقة ما طبيعية، مدينة استراتيجية بالنسبة لتحرك العمليات للجيش السوداني. بالنسبة لنا دي نحن حاجة كبيرة جدا جدا، اللي هي شنو كلبس. واستلم جبل مون ودخل الجنينه واستلم المطار بتاعه، والدعامه طبعا هناك مشنوقين وين في اللبيض ومشنوقين وين في الكردفان، كل قوتهم ودوه كردفان عشان يشغلوا الجيش من الدارفور. بقى الدارفور عريانه والجيش دخل ويستلم. والان نيالا دي طبعا يا جماعه ما وقف منها التدوين، ونيالا دي ما وقف منها الاعتقالات. نيالا دي مستغربين جدا انه مخزن السلاح بيتفجر. اجتماع هام، وصلوا مرحله يخطوا الاجتماعات داخل المستشفيات، جوا المستشفى يكون في اجتماع. الاجتماع جوا المستشفى ده برضه قاعدين الجيش قادر يصلوا وصلوا. عندك بلاد خميس البكر، بلاد مساليد دي باذن الله محرره، وجودات باذن واحد احد جاي خاشي وين النياله، والجيش السوداني قادر يسيطر. وناس برا بقول لك جايبين الامم المتحده واليو ام بيقولوا دايرين يدخلوا قوه لحفظ الامن، لحفظ امن المواطنين. جايين يحموا الجنجويد لانه هم جنجويد وعرباتهم بتقاتل مع الجنجويد. يا اخي تاني وين متحده؟ يا اخي انت كده يا متحده وقفي تدخل البواخر بمدق هرمز، خلي السودان. نحن جديرين جدا انه نحمي السودان، والسودان اكثر من مليون ميل مربع. الجيش السوداني هسه فاضل له اميال معينه من المليون مربع دي، من المليون ميل مربع الجيش السوداني فاضل له اميال بسيطه لحد يوم دا فوق. وان شاء الله بواحد احد نحن عندنا ذات راي في انه اي زول واي دوله محتضنا عليها واحد من الميليشيا نحن قاعدين عليه. يا شعب يا سوداني يا طيب، الجيش السوداني ماشي. والقائد العام طلع قبل كده وقال لكم انا بحفر بالابره. حفر الابره ده الناس ما عرفوه. الابره دي يا جماعه بتاع حفر بتاع استياء بالنسبه لك انت كمواطن، لكن بالنسبه للعسكري ما في استياء، لانه في التدريب العسكري للكليه الحربيه السودانيه تدريب عالي الدسم على الصبر اول حاجه. لانه الجيش السوداني هزم الميليشيا وهزم امريكا وهزم بريطانيا وهزم اسرائيل وهزم الامارات وتشاد والنيجر وافريقيا الوسطى وجنوب السودان واثيوبيا. ديل الحتات اللي طلع منها مرتزقه وكولومبيا هزمهم بالصبر يا جماعه، صبر الكليه الحربيه. الجيش جاب راس الجبل يا جماعه، الجيش ما بيتقدر. الجيش السوداني مدرسه للتعليم، الجيش السوداني هسه حاليا يا جماعه بيدرس العالم. دي نقطه. النقطه الثانيه يا بيبي
يا بيبي انت قاعد هناك في شنو، في يوروب، انت قاعد في اوروبا يا مين. ما تتكلم في القائد العام، لانك اذا تكلمت في القائد العام زليت الجندي السوداني. حتى المشتركه دي تحت امره القائد العام، نبستها هي، نبست القائد العام طوالي الاساءه تصل لمنه للجندي التحت. ليه؟ لانه ما منطقه يا جماعه. هسه انت انا القى لي ولد صغير كده شاب، اقول له والله انت راجل طيب، ود ما شاء الله ممتاز وتمام، لكن ابوك ده راجل زفت وراجل حيوان، ما حيرضى، لانه ده ابوك. ابوك كعب ما كعب انت ما بترضى فيه. احنا كجيش سوداني ما بنرضى في القائد العام، لانه اذا انت مسيت القائد العام مسيت كل افراد القوات المسلحه والقوات المسانده لها. فيا بيبي اذا انت دافع ليك قال لك اتكلم في برهان عشان اجنده معينه، احنا والله الكلام ده عارفينه. برهان محروس من عند الله. برهان امبارح كان في الكلاكله، وقبليها وين بيتفقد من يوم الحرب دي شغال. لو جاته طلقه هو محتسبه لله، لكن ما في شيء بيصيبه لانه محروس بالله ومحروس بشعبه. هذا امبارح اكثر من 1,000,000 نفر مستقبلينه في الكلاكله. حاجه واضحه جدا. انت بتتكلم في القائد العام، انا طوالي بدافع عن القائد العام. ليه يا جماعه؟ لانه ده راس الدوله. راس الدوله ده اذا سقطت الدوله. كلام واضح وصريح. ياسر العطا قال لكم يا اخي انا رئيس اركان وانا مدير الجيش وانا قائد الجيش في رئاسه الاركان، لكن اقدم مني كباشي واقدم مني البرهان كرئيس مجلس سياده او رئيس جمهوريه للسودان. فانت لما تتكلم في البرهان انت زليت الشعب السوداني. دي واحد. الحاجه الثانيه والمهمه، القوات المشتركه يا جماعه قوات يعني ما تتصور انه القوات المشتركه دي تعبت كيف عشان تشتغل الشغل في دارفور، وكل روحهم كلها فكوها لحفظ لحفظ دارفور. يعني احنا والله العظيم مع المشتركه قلبا وغالبا. اي زول دخل في حرب الكرامه دي واي زول وقف مع الجيش السوداني لنصرة الشعب السوداني ولنصرة الخيرات اللي عندنا، ونحن أرض نبوات وأرض طهارة وأرض نيلين وأرض إهرامات وأرض طيبة وخضراء وفيها الصمغ العربي وفوق كل جنان الأرض. نحن الأرض دي والله العظيم جدودنا زمان وصونا على الوطن، على التراب الغالي المالي وتمن. الله أكبر على من طغى وتكبر، الله أكبر على من طغى وتكبر. القوات المسلحة تسترد الجنينة كلبس وجبل مون، وغريبا جدا زالنجه والضعين والدعامه قاعدين يعرضوا، والدعامه بقى ما فيهم زول. ووصيه ليكم يا دعم سريع الموجود الان في دارفور، يا دعم سريع يا الموجود في دارفور، احسن لك تفيز لانه اولاد البيت ماف. يا هذا يوم متى ياجوج وماجوج مرق قال لكم ماشي اصلح عيني، تصلح عينك. عينك انت في عمليات تقول لي عيني بتاع شنو؟ انت ما شفت براون الواحد بيكون مشروط النص يظبطوها له كده باسعافات اوليه وداق تتك، ما في عيني. انت عرضت خليت اهلك تورجق في الميديا ساي تورجق وخليت اهلك وجريت. نحن عندها شباب الصغار بيمشوا بيستبصروا امثال الشهيد ايوب وامثال الشهيد مهند وامثال الشهيد عثمان مكاوي والما ذكرناه، واي زول قدم الروح طاهره للبلد دي اسمه مخلد. وانا جيت لقيت مقبره شهداء القياده العامه ومقبره شهداء الحرس الرئاسي وكل الجيش السوداني عمل لها تسوير وبقت مقابر اثريه. حتى الدبابه الموجوده امام القياده العامه اللي استبصرت لحراسه القياده العامه في الايام الاولى بقت دبابه اثريه، وهي قاعده والان محروقه وواقفه قدام الباب بتاع القياده العامه كما هي. ليه؟ لانه في حاجات ارث. نحن ده بالنسبه لنا ارث جديد، وبالنسبه لنا نحن ده تاريخ جديد، لانه التاريخ الملموس هندا حرب السودان، حرب التقسيم، حرب الماسونيه، حرب اليهود، حرب الامارات. دي الحرب اللي دار تنتهي من الشعب السوداني وشردته طلعته برا بلده، مع انه شعبي بيحب بلده. اي زول كان بيقول لك يا اخي السودان كرهنا يا اخي السودان شنو ده يا هداسه مشى يتزلى برا. لكن اي زول كان بيحب بلده ربنا سبحانه وتعالى اكرمه في قعاده برا، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسه في سبيل الله يا جماعه عشان تفهموها من الليله هي حراسه الوطن، حراسه الوطن. ليه؟ لانه الجنجويد لا من جو اغتصبوا وجو نهبوا، وانا دخلت مساجد لقيتها فيها اثار دعاره. ده القتال بتاعه حلال جدا جدا، ولو استشهدت في هذه المعركه انت شهيد باذن واحد احد، لانك قاتلت مجرم وخاين وعفن وزول لئيم وزول مشرد والذين اخرجوا من بيوتهم. دي كل في القران، نحن حرمنا دي في القران كلها موجوده. عشان كده اي زول قاتل مع القوات المسلحه ترفع له القبعه.
ترفع له القبعة. التحية والاحترام لقوات الشعب المسلحة، والتحية والاحترام لقادة الاستخبارات السودانية الذين كرسوا الجهد لأفراد القوات المسلحة الاستخبارات اللي هم كسنقويه الساموراي اللي كانوا موجودين داخل الدعم السريع، ينقلوا كل الإحداثيات. مدرسة لتعليم القيادة الاستخبارات السودانية، مدرسة لتعليم القيادة الكلية الحربية السودانية. الله أكبر الله أكبر، ولا نامت أعين الجبناء. نعاود إن شاء الله في حلقة ثانية. مستمتعين شديد يا شعب، وأنا دارك تستمتع بده، لأنه ربنا جاب الموضوع ده عشان ينتهي تاني من أي حاجة، والسودان يرجع والعمار يرجع بإذن الله، والخرطوم يهندي ماشية تمام الحمد لله. بس أصحى يا وزير رئيس الوزراء، أصحى علينا شوية.